السلام عليكم. كلنا شفنا الاسبوع دوت والاسبوع اللي فات عن الاب، عن الام وبناتها الاثنين، وعن المشهوره جدا الاسبوع اللي فات اللي كانت في اسكندريه. ومش عايز اقول اسامي بصراحه عشان شويه الشباب اللي هيطلعوا يجروا يدوروا عليهم للاسف. اكبر منصتين بينوا الاخلاق بتاعتنا وشكلنا كدول عربيه وكمصر تحديدا هي التيك توك والانستجرام. كله طلع عليها بأقبح ما يمكن عشان يكسب فلوس. باعوا أي حاجة، وللأسف أكتر حاجة باعت في المنصات ديت للأسف النساء. فهنا نصيحتي مش هتبقى للرجالة، لأن حد ممكن يجي يقول لي فين رجالتهم؟ أنا هنا مش هنصحهم لسبب صغير قد كده. دول مش بالنسبة لي، مش هم مش رجالة ومش أشباه حتى الرجالة. دول أقل عندي من أي حاجة ممكن تصفها. هتقول قواد هقول لك تمام، هتقول ديوس هقول لك معاه، هتقول مش راجل هقول لك شغال. انت بتتكلم انصح مين؟ انصح واحد باع شرفه وعرضه عشان شويه فلوس. فده بالنسبه لي خارج من الحسبه، انا مش هنصحه اصلا. لكن انا هنصح الستات دي. انت بتستفادي ايه من كل ده؟ اللي عشان خاطر الفلوس بتبيعي لحمك على السوشيال ميديا عشان الناس تخش تتفرج عليكي عشان يديكي فلوس. طب انا هسالك سؤال صغير. هاتي لي حاجه، هاتي لي حاجه للناس بالذات، ودوت مش الستات بس بقى، هنا للكل، لكل الناس اللي بتجري ورا المال بس. سؤال واحد. هات لي حاجه تقدر تشتريها بالفلوس واللي انا هقولها لك. انت ممكن تشتري سرير بس مش هتعرف تشتري النوم. انت ممكن تشتري اكبر مستشفى بس مش هتعرف تشتري الثقه. انت ممكن تشتري افضل براندات في العالم وافضل واجود انواع القماش والبدل وكل حاجه وكل ما تتخيل والفساتين، بس مش هتقدر تشيل نفسك سمعه وكرامه. يعني اللي واقف قدامك وبيخدمك عشان خاطر فلوسك، لو بصيت في عينه ودققت هتلاقي ان هو من جواه بيحتقرك، شايفك بمنظر في منتهى القرف والسوء. الحاجات دي مش عيش بالفلوس. هات بفلوسك احسن كوميديان في الدنيا، تقدر تشتري السعاده والضحك؟ مش هتقدر. مهما تعمل الفلوس يا جماعه ليها لازمه واحده بس بتقدر تعيش بيها. الفلوس ربنا خلقها لنا او احنا بنشتغل عشان ناخدها كرزق لينا، علشان بس ان احنا نقضي مصاريفنا والتزاماتنا بنعيش بيها مش اكتر. لكن ما تبقاش هي غايتك للمعيشه. انت بتبيعي لحمك يا جماعه. بص، زي ما الراجل اغلى حاجه عنده كرامته، الست اغلى حاجه عندها شرفها. فانت بتبيعي شرفك عشان ايه؟ شويه فلوس. ازاي؟ احنا زمان كنا بنشوف اسرار اوض النوم دي ما بتطلعش بره. دلوقتي بنشوف اوض النوم اصلا جوه، واللي طالعه ببناتها واللي طالعه لابسه نقاب وبتتشقلب واللي طالعه تقول لك انا بنضف البيت وي 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 وي. انتوا عارفين انا مش محتاج احكي. كل ده في مقابل ايه؟ فنصيحتي يا جماعه، اول حاجه للرجاله الرجاله بس اللي هم للاسف شغالين 24 ساعه وناسيين بيوتهم، لا راقب بنتك. وللاسف راقب من امه، شوف بيعملوا ايه. لان المشكله بقت فضايح، والله العظيم فضايح. نيجي بقى للستات. بالله عليك، اول حاجه اتجوزي راجل عشان يحميكي من نفسك. اول حاجه. تاني حاجه، آه زي ما اغلبيه الستات ماشيه بمعتقد يقول لك الامان في الفلوس. الامان مش في الفلوس. الامان في ان ربنا يبقى راضي عنك، لان هو الامان اللي يحميك. مش هقول لك الامان يا ستي ان الزوج الصالح والزوجيه الصالحه. الامان في ربنا. شويه الفلوس مش هيفيدوكي بحاجه. فيا ريت نفوق شويه. كفايه بقى، كفايه بجد، لان فعليا تيك توك والانستجرام وبعض منصات السوشيال ميديا اللي يتقال عليها بالظبط فيلم راح رخيص. ده اللي يتقال عليه. افتكروا دايما ان الفلوس وسيله وليست غايه. سلام.